تكلم عن خروج الأجانب من إقليم الدولة. يعني إيه السؤال؟ يعني أنا عندي دلوقتي واحد أجنبي حب إن هو يخرج من الدولة، أنا وضعي كدولة إيه؟ من حق أمنعه ولا ما أمنعوش؟ طيب ده هيتنظم إزاي؟ طيب هل أنا من حقي كدولة أطلع الأجنبي بالرغم من عنه؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. طبعا السؤال ده مهم جدا جدا من هنا لبكرة ومرجح جدا السنة دي. تمام. أول حاجة خروج الأجنبي من إقليم الدولة. أول حاجة الأجنبي من حقه إن هو يغادر إقليم الدولة في أي وقت هو عايزه. طيب هل من حق الدولة اللي هو مقيم عليها إن هي تمنعه من مغادرته، من غادرة الأجنبي ده؟ قال طب إزاي؟ قال لي والله لو الأجنبي ده ارتكب جريمة مثلا، ما ينفعش بقى إن هو يطلع كده بره البلد بمزاجه، لأ، لازم يتحاسب. تمام. أو مثلا ممكن يكون الأجنبي ده عليه ضرايب، يبقى أنا من حقي كدولة أمنعه إن هو يغادر البلد إلا لما يدفع لي الضرايب دي. حلو جدا. طيب قال لي أنت كدولة أكيد حاطة تنظيم قانوني معين كده عشان الأجانب اللي عندك لو حبوا يطلعوا بمزاجهم أو يغادروا البلاد بمزاجهم، يبقى في تنظيم قانوني. قال لي طبعا. قال لي إيه؟ قال لي إن ما ينفعش الأجنبي لو هو عايز يغادر أرض مصر مثلا، ما ينفعش إن هو يغادرها إلا لو كان حاصل على إذن اسمه تأشيرة الخروج. زي ما دخل بتأشيرة الدخول يطلع بتأشيرة الخروج. طب حلو جدا. تأشيرة الخروج دي بتطلع منين؟ من الجوازات. حلو برضه. طيب القانون قال لي في ناس معفية من تأشيرة الخروج دي. مين الناس دول بقى؟ حددهم لي 3 بالظبط. أول حاجة السلك الدبلوماسي والقنصليين، هم من حقهم إن هم يطلعوا ويخرجوا بدون ولا دخول ولا خروج، تأشيرة دخول ولا خروج. موظفين الأمم المتحدة اللي هم بيشتغلوا في مكاتب الأمم المتحدة. تمام. الأجانب اللي دخلوا وكانت مدة إقامتهم أصلا ما تتجاوزش 6 أشهر، 6 شهور، من حقهم إن هم يطلعوا بدون تأشيرة خروج. حلو جدا. طيب واحد مثلا يعني هنقدر نقول ايه، يعني واحد طلع من مصر بدون إذن خروج، هنا بيتوقع عليه عقوبة الجنحة. طبعا لو في حالة ان هو اتمسك، يعني العقوبة الجنحة، وبيتحبس مدة ما بتتجاوزش 3 شهور، وبغرامة ما بتزيدش عن 50 جنيه. تمام. طيب نفس العقوبة دي بيتعاقب بيها الأجنبي اللي قال قدام السلطات المختصة أي حاجة كدابة، أي كذب في أي حاجة، أو قدم ورق في أي ورق غير سليم عشان يحصل مثلا على تأشيرة خروج. تمام. طبعا ده بيتحاسب. طب حلو جدا. النقد بقى، قال لك النقد على ايه اصلا؟ النقد ان انا كدولة احط للاجنبي ده شرط تأشيرة خروج عشان يطلع من الدولة. لا، المفروض هما بيقولوا ايه؟ المفروض النقد يعني بيقول المفروض الاجنبي ده من حقه ان هو يطلع ويخرج، او بمعنى اصح يخرج من الدولة زي في اي وقت، ما ينفعش الدولة تمنعه. ده من وجهة نظرهم هم كنقد. تمام. طيب تاني حاجة خروج الأجنبي من إقليم الدولة جبر. احنا أول حالة اتكلمنا عنها لو الأجنبي حب يطلع من الأراضي أو من إقليم الدولة اختيارا براحته. تاني حاجة اللي هنتكلم فيها، لا ده الدولة هنا هتطلع الأجنبي مجبر وهو مش عايز يطلع. طب قال لي ده في حالات ايه أو بيحصل في ايه؟ قال لي في صورتين: الإبعاد والترحيل. يعني ايه؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. يعني بمعنى أصح الخروج الإجباري أو خروج الأجنبي مجبر بيكون في حالتين أو في صورتين: صورة إبعاد وصورة ترحيل. طب الإبعاد يعني إيه؟ إبعاد أنا لما ببعد حد معناه إن أنا بطلعه بره الدولة مجبر وغصب عنه، لأنه عمل جريمة ما أو حاجة تعلقت بسلامة الدولة، فبعمل له قرار إبعاد. على فكرة ممكن يكون أجنبي، ممكن يكون وطني، بس احنا هنا بنتكلم في حالة الإبعاد الأجنبي. تمام. تمام. آه القانون المصري قال أنا كمصري أو كقانون مصري هنفذ الإبعاد ده على الأجانب مش على الوطنيين. حلو جدا. الإبعاد ممكن يكون إبعاد فرد
وممكن يكون إبعاد مجموعة. حلو. طيب تاني جزئية هنتكلم فيها طبيعة الإبعاد. الإبعاد هو مش عقوبة جنائية، ولكن هو زي ما نقول كده إجراء بوليسي، زي مثلا نقدر نقول إيه، إجراء من الشرطة. إجراء من الشرطة هي اللي بتاخده. تمام. بتقول إن أنا أبعد فلان عن الدولة دي، أو الأجنبي عن الدولة، لأنه هيمس مصلحتها. ممكن مثلا يكون تجسس على مصر أو على الدولة عامة، عمل مشكلة ما، فقررت الدولة إن هي تعمل له إبعاد وتخرجه جبرا عنه. طيب أنت كدولة إيه الأساس القانوني اللي يخليك، أو إيه حقك إنك تبعدي الأجنبي عن دولتك؟ ده جه منين؟ قال لي لأ، أنا ممكن يكون عندي الحق ده يعني مستند لحاجتين، أو بمعنى أصح له رأيين. الرأي الأول بيقول إن أنا من حقي أنا كدولة عملت عقد مع الأجنبي ودخلته البلد، يعني اديته تأشيرة دخول ودخلته البلد. في حالة إن هو التزم هيكمل إقامته، في حالة إن هو ما التزمش هفسخ العقد وأطلعه، أبعده. تمام. طيب الرأي التاني بيقول لأ، أنا كدولة من حق إن أنا أحمي الدولة، لو في حالة إن الأجنبي ده هيضرني هطلعه، هبعده. تمام. طيب أنت كدولة إيه أسباب الإبعاد اللي أنت ينفع تستندي ليها وعلى أساسها تطلعي الأجنبي ده؟ قال لي لو الأجنبي عمل جريمة معينة داخل الدولة، أو عمل من أعمال التجسس، أو عمل أعمال منافية للآداب، أو ضر بالاقتصاد، في الحالة دي أنا كدولة من حق إن أنا أبعده عن الدولة. طيب حلو جدا. طب أنت كدولة وأنت بتاخدي قرار الإبعاد ده لازم تحطي في دماغك بعض الحاجات. إيه هي بعض الحاجات؟ إن الإبعاد بيقتصر على الأجانب فقط، يعني الوطنيين لأ. تمام. أنت كدولة لازم تفكري مرة واتنين وتلاتة إنك في حالة الإبعاد دي ما يكونش مترتب عليها ضرر، سواء مثلا ضرر بالنسبة للأجنبي أو أنت كمصالحك كدولة. تمام. طيب تالت حاجة، ما ينفعش إنك تتخذي الإبعاد ده وسيلة لتسليم الأجنبي ده، وليكن إيه، الأجنبي ده مطلوب من دولة أخرى، فأنا بقى كدولة بتشجع كده أقول خلاص أنا هعمل له إبعاد. لا، ده أنا أصلا بسلمه كده، بسلمه للدولة الأخرى دي. تمام. طيب سلطة الإبعاد في مصر، هل سلطة الإبعاد مين اللي له في إيده القرار إن هو يبعد الأجنبي الفلاني أو الأجانب الفلانيين؟ قال لي وزير الداخلية لازم يصدر قرار منه بإبعاد الأجانب. تمام. طيب عامة سلطة الوزير دي بتختلف بحسب الأجنبي. بمعنى إيه؟ قال لي أنا عندي الأجنبي اللي حاصل على الإقامة العادية والمؤقتة. تمام. هنا المشرع لم يقيد من سلطة وزير الداخلية بشأن إبعاد الأجانب. يعني إيه؟ يعني أنت كوزير داخلية من حقك الناس اللي هي واخدة إقامة عادية وإقامة مؤقتة، من حقك أنت تبعد الأجانب دول بدون قيد ولا شرط، بشرط صغير قوي إنك ما تكونش متعسف في استعمال سلطتك. طيب حلو. طب الأجنبي لو كان حاصل على إقامة خاصة، هنا بقى الوزير الداخلية لازم قبل ما يدي قرار إبعاد لازم يحط في دماغه بعض الحالات، في بعض القيود. إيه هي القيود؟ أول حاجة إن يصدر قرار الإبعاد ده وفق الأسباب الواردة بالقانون، اللي هي إيه هنتكلم عنها دلوقتي. إيه الأسباب؟ إن واحد ضر بسلامة وأمن الدولة واقتصاد الدولة. تمام. طيب لازم قرار الإبعاد ده بيتم عرضه على لجنة، اللجنة دي لازم توافق على الإبعاد. تمام. طيب اللجنة دي بتتكون من إيه؟ قال لي لا، ده بتتكون من ناس كتير قوي. مساعد وزير الداخلية، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، دول اللجنة دول لازم يوافقوا على قرار الإبعاد، بس ده فقط في الإقامة الخاصة. تمام. طيب سادس حاجة، خضوع قرار الإبعاد لرقابة القضاء الإداري. يعني إيه؟
قرار الإبعاد ده هما ما اعتبروش من أعمال السيادة، قالك لأ ده قرار إداري، من حق الراجل أو الأجنبي المضرور يرفع أو يعمل جواز بالطعن على القرار ده قدام القضاء الإداري، زي أي قرار زي قرار أي قرار إداري عادي. تمام. طيب آثار الإبعاد، واحد تم إبعاده دلوقتي، أجنبي تم إبعاده، أول حاجة يخرج فورا من إقليم الدولة. تاني حاجة يتمنع إن هو يدخل الدولة دي إلا لو حصل على إذن من قرار وزير الداخلية. طيب لو دخل وهو مثلا بطريقة غير مشروعة هنا بيتحبس. تمام، حلو جدا. تاني حاجة أو تالت حاجة، مصلحة الهجرة بتقوم تبلغ الأجنبي بقرار الإبعاد ده وبتديله مهلة 15 يوم من تاريخ الإبلاغ عشان يغادر الدولة. حلو جدا. ومن حق الأجنبي إن هو يختار هيطلع من أنهي جهة. يعني إيه من أنهي جهة؟ يعني هيطلع من أنهي جزء من حدود الدولة، هيطلع من الشمال ولا من الجنوب ولا مثلا نفترض إحنا مثلا عندنا هيطلع مثلا من اسكندرية ولا هيطلع من أسوان ولا هيطلع من الفيوم ولا هيختار أنهي مكان. تمام. طيب لو في حالة الأجنبي ده أنا ما قدرتش أنفذ عليه قرار الإبعاد، ممكن مثلا الدولة اللي هتستلمه رفضت إن هي تستلمه أو هو أصلا عديم الجنسية، هنا وزير الداخلية بيقولك لا خلاص ماشي اقعد في مصر بس هنحدد إقامتك، ولازم إن أنت تبلغ الشرطة وتروح تقدم نفسك في مواعيد معينة لقسم الشرطة. حلو جدا. تاني نوع أو تاني صورة من خروج الأجنبي مجبر هو ترحيل الأجنبي. يعني إيه ترحيل الأجنبي؟ برحله يعني برجعه لبلده تاني. طيب القانون قال لي إن مدير مصلحة الجوازات من حقه إن هو يؤمر بترحيل الأجنبي لو كان حاصل على إقامة عادية أو مؤقتة، لكن الإقامة الخاصة دي هنتكلم عليها بعدين. طب في الأحوال إيه؟ اللي حصل على إقامة عادية أو مؤقتة، لو في حالة إن هو دخل البلاد بطريقة غير مشروع، أو حصل على إقامة والإقامة دي خلصت، أو عمل مخالفة للغرض اللي كان داخل بيه البلاد، زي مثلا أنا واخدة تأشيرة دخول للعمل فجأة ما خليتهاش للعمل، فجأة خليتها للعلم، لا من حق أنا كدولة أرحلك. تمام. طيب لو في حالة إن هو ما غادرش البلاد في خلال 15 يوم من وقت تاريخ إقامته، ده من حقي إن أنا أرحله. هنا من حقي إن أنا في الأحوال اللي هي القانون حددها دي إن أنا أرحل الأجنبي عن الدولة المصرية. تمام، حلو جدا. ناخد بالنا من السؤال ده ونتقابل في السؤال اللي بعده إن شاء الله.